أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجنا. معايا اليوم ضيف عزيز علينا، المرشح لانتخابات مجلس النواب العراقي الأستاذ عدنان محسن الصبيحاوي العربي. مرحبا بك أستاذ عدنان. اهلا وسهلا استاذ حيدر، يا مرحبا. أستاذ، بداية عرف المشاهدين عن نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لإتاحة هذه الفرصة. أنا عدنان محسن ثجيل الصبيحاوي الملقب بعدنان العربي، من مواليد 1971، تولد بغداد وساكن في بغداد قضاء الحسينية. أحمل شهادة الماجستير بالإعلام ودبلوم العالي في علم النفس من جامعة بغداد، وكذلك بكالوريوس إعلام. أعمل في مكتب دولة رئيس الوزراء سيد محمد الشياع السوداني كنائب رئيس فريق التواصل الحكومي، وكذلك نائب رئيس فريق الإعلام الحكومي. ورشحت للانتخابات على قائمة الائتلاف الإعماري والتنمية بالرقم 207، وكذلك تسلسلي 96 عن بغداد. وهذا التسلسل أنا أتفائل فيه. شنو السبب؟ أنه يحمل تسلسل سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. سورة العلق هي أول سورة نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله يكون دائما التفاؤل حليفك، والفوز أيضا نتمنى لك الموفقية. فوز بالجنة. هاي أسمى الغايات بالتأكيد. أستاذ عدنان، كيف تختلف رؤيتك الانتخابية لعمل السلطة التشريعية القادمة؟ ويجب أن تكون تختلف عن الأداء البرلماني السابق، كانت به عدة نقاط من الضعف. نعم. كيف نخلق برلمان وسلطة تشريعية فاعلة وحقيقية؟ أحسن سؤال، جيد جدا حقيقة، وبداية موفقة. اليوم البرلمان العراقي يجب إعادة النظر في كثير من التشريعات والقوانين الموجودة الآن في أدراجه وعلى الطاولة، وما يحتاجه العراق، على اعتبار اليوم العراق مر بعد السقوط ب 23 سنة، وهذه 23 سنة هنالك تطور كبير وملحوظ في العراق على مستوى الموارد البشرية، التغيرات الجغرافية، الأحداث في دول المنطقة، يعني النمو السكاني، السكن، العمل، وكل الأمور، الزراعة، التجارة. فبالتالي هذه الأمور بحاجة إلى تحديث. نعم. ويجب إعادة النظر في كثير من القوانين والتشريعات التي ما زالت موجودة من النظام البائد، مع شديد الأسف، ولا تنسجم مع تطلعات شعبنا، ولا تنسجم حتى مع تعداد السكاني اليوم. أحيانا حتى تتقاطع مع بعض القوانين، بل تتصادم. ولا تتقاطع. هذه تتقاطع إذا كانت التقاطع سهلة، بل تتصادم وتوقف عجلة الإعمار أو تحقيق ما يصبو إليه المواطن العراقي. كل هذا يجب إعادة النظر فيه. وحقيقة يعني أنا مستغرب من البرلمانات السابقة، لماذا لم تضع على أولوياتها العمل جاهدة على تحقيق ما وصلنا إليه اليوم نحن كعراقيين. نعيش عصر الذكاء الاصطناعي، الألفية الثالثة. شعب قوامه 46 أكثر من 46 مليون، بحاجة إلى مدارس، بحاجة إلى مصانع، بحاجة إلى كل شيء. بحكم عملي في هذه الحكومة، جاءت بسنتين و9 أشهر، استطاعت أن تغير، لكن لم تستطع أن تغير كل شيء للفترة الزمنية القصيرة. نعم. وأيضا صعوبة التحديات اللي مر بها العراق وحتى المنطقة أثرت على الأوضاع الداخلية. 2 و7 أشهر هنالك أحداث إذ ما ذكرناها برنامجك ما يكفي حقيقة. وأحداث متسارعة ومؤثرة وكبيرة جدا. وأنت إعلامي وعلى اطلاع بكل الأحداث التي جرت في 2 و9 أشهر. لكن ولله الحمد، نأمل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لخدمة بلدنا وناسنا ولناسنا الخيرين الذين يشيرون إلينا بالبنان. إن شاء الله نكون صوتهم في التغيير، ولا يكون لدينا برلمان يبحث عن عطلة تشريعية، يبحث عن عدم اكتمال نصاب، لا، يجب أن يبحث عن مصلحة البلد في وضع القوانين والتشريعات بأسرع ما يمكن. أستاذ عدنان، من خلال موقعكم الإلكتروني لاحظ تبنيكم لرؤية وطنية حرة ومستقلة. كيف تواجهون التحديات العملية لتحقيق هذه الاستقلالية وسط التجاذبات السياسية؟ وكيف ستترجمون هذا المبدأ، مبدأ الحرية والاستقلالية، في القرار من خلال العمل البرلماني؟ أنا تحدثت سابقا عن هذا الموضوع. حقيقة يعني أنا بودي أن لا يكون عدنان العربي فقط موجود في قبة البرلمان يمتلك هذه الرؤية. يجب أن تكون هنالك مجموعة كبيرة جدا داخل
قبة البرلمان تؤمن بالتغيير القادم، وتؤمن أن مصلحة البلد يجب أن لا تتعارض، أو لا حتى لا يكون فيها يعني رأي، إذ ما كان الرأي تكون فيه خيارات. نعم. المصلحة الحزبية أم المصلحة المواطن والبلد؟ فيجب أن تكون مصلحة المواطن والبلد فوق كل المصالح الحزبية. نعم. وإلا لن نغير شيء. أنا ما رايح هناك يعني آلة ارفع ايدك نزل ايدك، لا، انا رايح امثل شريحه كبيره من شعبي، رايح اتحدث عن ما هم يرغبون فيه. نعم. ممثل، ما معنى ممثل؟ يعني احنا مو نجيب لنا كتله بشريه قاعدها بالبرلمان حتى هم يمثلون وهاي طلعت المظاهرات، لا، شخص واحد يمثل مجموعه وجمهور كبير جدا. نعم. نامل ان يكون هنالك أناس يستحقون أن يكونوا تحت قبة البرلمان يمثلون الشعب العراقي ويصوتون لوفق رؤية ما يصبون إليه العراقيين، والعراقيين يستحقون كل خير. بالفعل. أستاذ عدنان، أنت قريب من الإعلاميين بحكم عملك في فريق التواصل الحكومي نائبا للرئيس، بالإضافة إلى تجربتك الطويلة في مجال الإعلام وضمن فضاء اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية. كيف تقيم حملتك الانتخابية وردود أفعال الجمهور وتفاعلهم مع هذه الحملة وفق خبرتك الطويلة على مدى السنوات؟ والله حقيقة فاتتنا هذا الموضوع، أنا ما أنكر. نعم. أنه كإعلامي استطعت أن أراقب وأدير الحملة الإعلامية، وأعرف نقاط القوة ونقاط الضعف، وكيف يصل يعني كيف إيصال المادة إلى الجمهور، وما هي الطريقة المحببة لدى الجمهور في إيصال المادة. فبالتالي هذا ليس صعب علينا، باعتبار أنه هذا يعني ميداننا. وكيف نستدل؟ بالتأكيد هنالك رجع صدى من خلال إذ ما ذهبت إلى الاستبيان أو في بعض المناطق حتى البعيدة، أو حتى الأصدقاء البعيدين أو بعض الشخوص حين ما يشيرون إن والله أنا سمعت أنه أنت مرشح وشفت نشاطاتك على منصات التواصل الاجتماعي، بمعنات الرسالة وصلت. فبالتالي استخدمت كل ما أمتلك من إمكانيات وخبرات في الإعلام. إضافة إلى ذلك شكري وتقديري لكل زملائي وإخواني الإعلاميين والصحفيين والكتاب والأدباء والفنانين، وكذلك الخبراء والمحللين السياسيين الذين يساهمون معي في نشر الدعاية الإعلانية كمرشح وكصوت لهم إن شاء الله. نعم. عدنان العربي من القلائل على حسب علمنا الذين وظفوا الموقع الرسمي كنقطة انطلاق للبرنامج الانتخابي والحملة الانتخابية، ووضع كل تفاصيل الحملة والمستهدفات ضمن توقيتات زمنية واضحة ومضبوطة أيضا. لما هذا التوجه على وجه التحديد طريقة استخدام الموقع الإلكتروني والتركيز عليه في الحملة الانتخابية؟ يعني اليوم أنتم شاهدتوا نعم في بداية الأمر كثير من الأخوان بدأوا يعلقون صور نعم الشوارع. ما هي الطريقة الكلاسيكية التقليدية المتعلمين عليها الجمهور. أحسنتم. نعم. وحقيقة وضع هذا الكم الهائل من الصور ما هو إلا هدر بالمال. نعم. اثنين، كل إنسان عنده جمهور مشخص، وماكو واحد يجي ما يعرفك ينتخبك، مستحيل طبعا. فبالتالي أنت اذهب إلى الأشخاص اللي يعرفوك، والأشخاص اللي يعرفوك يجب أن يصلون إلى الأشخاص اللي يعرفوهم هم، مو يعرفوني أنا. نعم. إذا ما ردت أستخدم هذه الدعاية اللي هي بالشوارع فكون أستخدمها بنسبة 10%. أما ما موجود من الدعاية يجب أن تستخدم بهذه النعمة اللي الله طانا إياها، منصات التواصل الاجتماعي، وعن طريق المواجهة. نعم. على اعتبار اليوم الحديث من القلب إلى القلب، فيس تو فيس، وجه لوجه، هواي أبلغ من 1000 صورة أخليها. نعم. فأنا حقيقة ذهبت باتجاه استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وشكري وتقديري لكل إخواني في اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية كمدراء وكوادر، لهم دور كبير في وجودي في هذه القنوات إن شاء الله. من خلال هذه القنوات التي عملت معها طوال أكثر من 20 سنة، اليوم جاء الدور عليهم ليضعون من
يمثلهم في قبة البرلمان. ستكون أنت صوتهم وصوت الإعلاميين والصحفيين في العراق. وأنا هسه ما خلصان منهم، من أصل المجلس إنه أخلص. ما تقصر أستاذ عدنان. الله يحفظهم أستاذ جميعا. عدنان، أي خصوصية لبرنامجك الانتخابي ترتبط بخلفية السيد عدنان العربي الإعلامية وترشحكم ضمن قائمة ائتلاف الأعمار والتنمية، قائمة رئيس الحكومة الحالي؟ يعني حقيقة في السنوات الماضية طرح علينا أن نرشح يعني في أحد القوائم أو بعض المكونات، لكن ما وجدتها تنسجم مع تطلعاتي. وهذه الحكومة حين ما عملت معها شبه توجهات السيد السوداني وحرصه الشديد على أن يقدم ما يعني يرضي الشارع العراقي أو الجمهور العراقي. وحقيقة حين ما طلب مني أن أرشح وكلفت بالترشيح لم أتأخر، وذهبت ونظرت في الموضوع، وجدت أن كل المؤهلات التي من الله علي بها موجودة. العمر، الشهادة، العمل، الخبرة، السنوات الطويلة، والعلاقات الواسعة. وكنا نتحسر أنه هنالك يعني مع شديد الأسف أشخاص غير مناسبين في مكانات من الممكن أن لا، يعني من المفروض أن لا يكونون فيها على. وهذا جابت المحاصصة المقيتة مع شديد الأسف، والقرابة مع شديد الأسف. أنا اليوم بحاجة إلى أشخاص يديرون هذه الدولة من واقع المسؤولية إذا صح التعبير، والإخلاص والأمان، ويبذل جهد. أخي هذا المشروع أو هذا الموضوع يجب أن يكون بهذه الطريقة. قدم. الله بعد وين يخليك؟ إذا صرت وزير أنت شو تريد تصير بعد؟ وتقول ما أقدر. صرت مدير عام وتقول ما أقدر. وخر. الشعب العراقي بحاجة إلى رجال يعملون. بحاجة إلى رجال يقدمون. أنا لست بحاجة إلى رجال عبارة عن ميداليات، سيارات وترف وحمايات. كافي، احنا ابناء الحشد الشعبي. كافي. بيك خير تقدم تفضل، مو قادر تقدم اكو شعب عراقي يزيلك ويزيل ابوك. فان شاء الله احنا ذاهبين للتغيير ان شاء الله. نتحدث عن التغيير بالتاكيد من سياق الحلقه، لكن خلينا نتوقف عند نقطه معينه اليوم. البرلمان اذا من خلال حديثك هو لنتحدث عن العمل التشريعي كي لا يكون هناك استهداف بالحديث عن البرلمان. العمل التشريعي بحاجة إلى ثورة ونهوض حقيقي ودماء جديدة ورؤية جديدة أيضا. أنا سألت ذاك اليوم قالوا لي أول شيء تريد تروح، قلت لهم عمي كافي. هو مو مال أبو واحد البرلمان. المفروض أكو قانون دورتين والله محمد وعليه. بعد ما يصير ترشح. كافي أنت باقي لي مشلب عم ماخذها من 2005 وصاعد. اكو عندنا شباب واكو عندنا دماء وعندنا عقول وعندنا ناس مفكرين. كافي، كل واحد عنده افكار المفروض يساهم بها. اخذت لك دوره اهلا وسهلا بي. عمي هاي هم دوره ثانيه من عندنا كشعب عراقي، ثالثه لا كافي. فبالتالي اليوم اكو افكار، اكو ناس عندنا اصحاب عقول والله العظيم، يعني دول العالم تستقطب. انطوها مجال، انطوا مجال. الدوله العراقيه والحكومه العراقيه مو مال واحد، لكل العراقيين. وعندنا شباب وطاقات وحمل الشهادات قادرين على أن يكون العراق أفضل البلدان بالعالم مو بالمنطقة. والله من علينا بقضايا والله ما منطيها لأحد يا أخي. والله من علينا بموارد بشرية، بثروات طائلة، بجغرافيا تتمناها الدول. بس جيب لي اللي يشتغل صح. يعني من نطي ال1000 دينار كن يخليه بمكانه. الفكر الإداري الصحيح. هسه انت راح تطبق من الفكر الاداري وراح شو تجيب من الفكر الاداري يعني. شنو رايك ناخذ فاصل؟ براحتك توكل بالله. خليكم ويانا فاصل قصير وراجع لكم. أجدد الترحيب بكم أحبتي المشاهدين من بعد هذا الفاصل، وكذلك أجدد الترحيب بضيفي لهذه الحلقة المرشح لمجلس النواب العراقي
عن قائمة 207 ائتلاف الإعمار والتنمية عن محافظة بغداد تسلسل 96 الأستاذ عدنان العربي. جديد الترحيب بك. تحياتي استاذ حيدر، اهلا وسهلا. أستاذ عدنان، قبل الفاصل تحدثنا عن الإدارة، ويبدو أنه الحديث في الإدارة ذو شجون بالنسبة إليك. هل نعاني من أزمة إدارة في العراق؟ شوف، الإدارة في زمن السيد السوداني اختلفت عن الإدارات السابقة. نعم. استطعنا في هذه الحكومة أن نغير الكثير، لكن هل وصلنا إلى المراد؟ لا، بسبب الأحزاب نعم. التي تفرض أشخاص في العمل غير كفؤين مع شديد الأسف. ورغم الرقابة الشديدة ورغم الصرامة اللي موجودة لدى دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني، إلا أنه في حين تعرف أنت اليوم أنه هذه الوزارة حصت المكون الفلاني، نعم. هذه الوزارة حصت، ولازم هذا الشخص يجي من الطرف الفلاني. بس هذا الواقع للأسف راح يبقى مستمر مع الشديد حتى ضمن دورتكم إن شاء الله إذا فزتوا بها. نأمل نعم. من الله تبارك وتعالى أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة بيديكم التغيير أستاذ. أحسنتم، احنا نعم. رايحين إن شاء الله، رايحين نعارك والله كريم. أن يرفع هذه الغمة، غمة المحاصصة، وأن يجب أن يتحد صاحب القرار مع صالحين على كلمة سواء. نعم. يعني كون أنا وياك شكلنا نفر الشيء وقلت لك عمي هذا ترى ما يصلح أنا كنت تتفق وياي لأن أنا مسؤول على هذا الملف. إذا تريد تقدم لي واحد فكون أفضل من عنده، أما إذا تجيب لي أسوأ من عنده أنا شو أسوي؟ نعم. شنو أسوي؟ ومطلوب إلا من عندك، يعني حصتك بعد أنت مشتريه إلا من عندك. فالحديث بالإدارة حقيقة اليوم هذه الدولة عالجت، هذه الحكومة معذرة، عالجت الكثير من الأخطاء اللي موجودة. وإذا ما ذكرنا فيها موضوع مثلا معالجة الجانب المالي في كثير من دوائر الدولة، والدفع الإلكتروني الآن الذي قلل الكثير من الفساد، معالجة الكثير من مفاصل مثلا عندك الجمارك وما شابه ذلك، معالجة كثير مثلا على سبيل المثال موضوع الأتمتة والحوكمة الإلكترونية الآن وبوابة أور وما شابه ذلك. سائرين باتجاه إن شاء الله نقل كل دوائر الدولة إلى الحوكمة والأتمتة للتخلص من الروتين. وخير دليل على ذلك هو موضوع جواز السفر العراقي. نعم. أصبح الأول عالميا في سرعة الإنجاز. البطاقة الموحدة اللي خلصتنا من شهادة الجنسية، والجنسية النقطة وين ما حاطينها على الراء وعلى الغين وهالمشاكل هذه. فالحمد لله أكو توجه كبير حقيقة في تصحيح المسار الإداري في الدولة العراقية، ولكن مؤسسات الدولة العراقية مؤسسات كبيرة وكثيرة ومترامية، أكثر من 85 قطاع حكومي مع تفرعاتها. نعم. يعني أنت كل وزارة بها فد 11 تفرع 17 تفرع، أنا أذكر لك فقط الرئيسيات اللي هن 85. وهذه إن شاء الله. لكن الملفات الرئيسية والمهمة والأساسية واضحة، ملف الكهرباء مثلا في الخدمات، ملف المنافذ الحدودية بتعظيم إيرادات الدولة، وهذا الأمر واضح. القطاع الزراعي. نعم. وبالتالي لازم أن نتحدث عن ملف الإيرادات المائية اللي توصل للعراق حتى نهض بالقطاع الزراعي. بمعنى حمل الحكومة ثقيل جدا والتركة ثقيلة. هسه أنا ما أعرف من ناحية السياسة، أنا مو مختص، أنا فكري إعلامي، حضراتكم فكركم إعلامي وسياسي. البعض يتساءل ليش ما تركز الدولة على ملف معين أو ملفين تحله من الأساس دون هذا التفرع وتشتت المجهود والموارد الحكومية، حتى المواطن يلقى له نفس بملف. يعني يجي يرتاح الظهرية يلقى كهرباء. مش تقول قام احنا بنينا كم جسر قام يصيحون علينا حكومة جسور. شنو ملف واحد؟ الآن الحكومة واضعة ايديها في كل الملفات. نعم. وهذا ما يجب العمل عليه حقيقة. حينما جاءت هذه الحكومة وجدت نعم مع شديد الأسف كم هائل من المشاريع المتلكئة. فعلا. الآن هذه الحكومة أنجزت قرابة 10,800 مشروع، 6,000 تم الإنجازها. نعم.
والباقي قيد الإنجاز بنسب متفاوتة، وعلى كل المستويات، المستوى التربية، مستوى التعليم، مستوى الصحة، مستوى الزراعة اللي احنا الآن نفتخر بها رغم شحة المياه، إلا أن عندنا اكتفاء ذاتي بها الزراعة، مع منادات دولة رئيس الوزراء وهو مهندس في هذا الاختصاص. إخواننا الفلاحين ماشيين عليكم العباس، استخدموا المكننة الزراعية والرش بالتنقيط والري بالرش، ولحد الآن بعد في بعض الفلاحين يستخدم هذا الري اللي هو به هدر كبير للماء. واليوم عندنا مصانع ومعامل افتتحت كانت غير مندثرة. الحديد والصلب، عندنا مصفى كربلاء، عندنا المطارات اللي موجودة، وإن شاء الله مطار كربلاء الأخير سيرى النور قريبا. عندنا البنى التحتية في المطور العقاري في هذه المدن. يعني الجهد الخدمي وحده هو يعني قدم 2 و9 أشهر، قدم ما لم تقدمه تلك الحكومات ب20 سنة. ومن ينكر جهد الخدمي فهذا كان خارج العراق، ما نقول غير شيء. طيب، يمكن احنا دخلنا بالعمق ببرنامج السيد السوداني السياسي والانتخابي، ونرجع شوي. احنا نريد اليوم نتعرف على أستاذ عدنان السيد السوداني، وبرنامجه واضح وعمله واضح، واحنا جزء من فريقه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. اي فقره ببرنامجك الانتخابي استاذ عدنان تمثل جوهر رسالتك السياسيه اللي تريد تحقيقها وتوصلها للناخب العراقي؟ والله شوف، العراقيين يستاهلون كل خير. نعم. وسواء انا رحت هناك او ما رحت هناك، على كل اخواننا المرشحين. نعم. احنا قلائل اللي راح يروحون هناك، 329 نائب من كل المكونات. نعم. بالتأكيد احتمال هالسنة شوية تزداد، لأن عدد نفوس العراقيين يزداد، يصيرون 330. ما أدري. نعم. زاد 10 ينقص 10 مو مشكلة. أنا حديثي هذا للناس. نعم. وإذا كنت منهم فالحمد لله، وإذا كنت مو منهم فألف الحمد لله، لأنها مسؤولية. طبعا. وصيتي لإخواني اللي راح يروحون قبة البرلمان، هلا ترهلا بهذا الشعب اللي شاف الضيم. تعالوا شوفوا، نضرب طلبات الشريف. هاي 2 و9 صارت عندكم نموذج. نعم. قدرت تقدم أشياء خلال 2 و9. شوفوا هذا النموذج واشتغلوا عليه، بل ادعموه وكرروا التجربة. نعم. صح ولا خطأ؟ المواطن العراقي ايش يريد؟ يريد شارع مبلط، يريد مي، يريد كهرباء مستمرة، يريد مدرسة حلوة ونظيفة لأطفاله، يريد يروح للمستشفى يلقى دواء ويلقى دكتور. هن ذني لو غيرهن. صحيح. هذا أساسيات. وذني من أساسيات الحياة اللي يكفلها الدستور. نعم. أنا لا أنشغل بقضايا يعني ما تخص المواطن العراقي أصلا. مثل شنو؟ ولا أنشغل بقضايا. نعم. أنه أنا أبدأ أروج لنفسي والحزبي وكذا، وتالي أصير حادثة صوتية. نعم. لا، خليني أنزل على أرض الواقع وأحقق. أنا يهمني ما بعد اليساوي. الإنشاء مو زين، يعني ما بفائدة. نعم. شبعنا سوالف، يطلعون يصفطون علينا حكي، وجايب شهادته من ما أدري وين، من يا دولة. نعم. وشنو قبضنا إحنا؟ صار لنا 20 سنة شنو قبضنا؟ فبالتالي البرلماني اللي من رحم هذا البلد، اللي شبع ضيم من زمن صدام حسين لحد الآن، وعد الخبرة والكفاءة، كنت تختارونه يا شعب عراقي. أما تروح أنت يعني مع شديد الأسف بعض نعم. يعني مع خلف المغريات وقتية، وراها ما تشوفه. نعم. ولا تلقاه. أستاذ عدنان، بسبب التراكمات وتلكؤ الحكومات السابقة وعجزها عن حل ملفات على تماس مباشر بحياة المواطن العراقي، وخاصة موضوع الخدمات، أصبحت هنالك ثقة تكاد تكون معدومة ما بين الطبقة السياسية والمواطن. اليوم الحمل جدا ثقيل بصراحة. أنا أشفق عليكم. أي والله، ألف رحمة على والديك. والواحد شلون ممكن تقنع المواطن اليوم أنه أنت أهل للثقة ويخلي أمله بمرحلة سياسية جديدة، وهو طول هاي السنوات ما شاف غير خيبات الأمل؟ أحسنت والله. هذا يعني أنا أشكرك على الإشفاق هذا صراحة، لأن أنا أقعد في كثير من الجلسات. نعم. أول ما أبدأ بحديث معهم أقول لهم أخوان، أنتم من حقكم كل اللي أقوله ما تصدقون به، من حقكم. نعم. ليش؟ هم اللي يسبقونه لو موفين بالعهود وصادقين ويا الجمهور، والجمهور يريد صدق. نعم. أنت لا تكذب عليه. يجيك يقول لك أريد تعيين، قل له عمي التعيين مو شغلتي، أنا رجال أشرع وراقب. نعم. صح ولا خطأ؟ صح.
والله اريد ابلط شارع، ادري انت شنو امين بغداد؟ ها؟ نعم. والله انا اريد ان محوله مال الكهرباء، ادري نعم. ذاك روح قدم اخي هاي دائره كهرباء. بس نواب تدري امتهنوا وهاي المهن اصبحوا يعني يقدمون خدمات تشريعيين. مو تشريعيه. لا قصد تنفيذيين صاروا. نعم بالضبط. صاروا عندنا 1000 محافظ، وصار عندنا 1000 نعم. امين، وصار عندنا رؤساء اقسام كهرباء، وصاروا عندنا. مع شديد الاسف نعم. المواطن يريد واحد يصدق معه. انت مو كان ما تحل قضيه جزئيه، حل قضيه جوهريه. تعال ادرس موضوع الكهرباء، انت اليوم كبرلمان ادرس موضوع الكهرباء واسبابها. نعم. والجبايه مالتها والنصب مالتها والشركات العامله بها. مو تروح تودي له مولده. انت اشتغل اصل الجوهر. مو تروح لي والله بديت لي اسلاك، لا تعطيني سمكه علمني الصيد. احسنت. نعم. زين. فحينما نتحدث مع الجمهور حقيقه نقول من حقك ما تصدقنا، لان اللي سبقونا ما تركوا شيء. نعم. فبالتالي باقي بس الله ومصداقيتك ويا الناس. لكن ولله الحمد ما جلسنا مع جمهور الا ووضع ثقته بنا، لكون نحن نتحدث بضمير، وما يصدر من القلب يصل الى القلب. بالتأكيد. حضرتك مرشح عن محافظة بغداد، ومن بين الكثير من ملفات الخدمة المتلكئة في بغداد والتي يحتاجها المواطن البغدادي كمثال عن مواطني العراق. بالنهاية أنت نائب راح تمثل العراق بأكمله وليس فقط بغداد. أي ملف من ملفات الخدمات برأيك يجب أن يكون ضمن أولويات برنامجك الانتخابي؟ هو ملف الخدمات موجود الآن. نعم. وأنا طرح علي هذا السؤال، وقالوا لي إذا رحت هناك لجان نيابية، فأي اللجان أنت تروح فيها؟ قلت لهم أنا عندي لجنتين بصراحة. اللجنة الأولى لجنة الخدمات. نعم. والحمد لله خلال هذه السنوات عملت في لجنة الخدمات وقدمت الكثير. نعم. وعالجت الكثير من المشاكل على مستوى كبير جدا في المشاريع المتلكئة الكبيرة، ولله الحمد. هذا فضل من الله وواجبنا. الموضوع الآخر هو الملف الإعلامي، اللي إخواننا الإعلاميين انظلموا به حقيقة. نعم. لأن اليوم عندنا لجنة الثقافة والإعلام ما شايفين. منو رئيس لجنة الثقافة والإعلام؟ أنت مو إعلامي؟ ما أعرف صراحة. اليوم أكو مؤتمر؟ لا ما شفنا أي دور. اليوم أكو قانون تشريع. أنت مو عندك مطلب إعلامي؟ نعم. شنو سويت؟ ماكو أي نتيجة. يجب أن نكون صوت الإعلاميين. إخواننا تحياتنا وتقديرنا لهم. هيئة الإعلام واتصالات جهة رقابية، وإعطاء الترددات وما شابه ذلك، والرقابة كذلك على اللوائح الإعلامية. نقابة الصحفيين، تحياتنا لإخواننا في نقابة الصحفيين. هي نقابة لتعريف أنه هذا صحفي وكذا تفاصيل أخرى. بس الإعلاميين ما أخذوا حقوقهم لحد الآن. لا أكو حماية، ولا أكو راتب تقاعدي، ولا أكو ضمان، ولا أكو ضمان صحي. وكل الشرائح أخذت ما أخذته، إلا الإعلامي لا هو حكومي لا هو أهلي. حين ما تجي المناسبات والكوارث والحروب يجب على الإعلام أن يقف وقفة جادة. نعطي شهداء ونعطي دماء. بس من صارت الأمور براحة هسه علينا ضغط الإعلاميين. كل النواب طالبين الإعلام. مو احنا بحاجه لنقابه للاعلاميين مو فقط نقابه للصحفيين. طلعت نقابه الصحفيين ما تشمل كل العناوين اللي تعمل بالفضاء الاعلامي. ممكن تطوير نقابه الصحفيين وشمول كل الاعلاميين. قانونهم 4 مرات بالتالي بحاجه يعني للمزيد. الاعلاميين لهم حق علينا صراحه. مو لكون انه انا لا، بل لان انا منهم كذلك ادافع عنهم. الاعلاميين لهم حق ويجب المطالبه بحقوق. نعم. إذن يعني شريحة مهمة من الشرائح اللي تعتمد عليها ضمن ناخبكم الإعلاميين. عم صناع رأي. طبعا. عم الإعلام مو شوية صناع رأي. الرأي العام، توجيه الرأي العام. يقلبون الطاولة. اليوم الإعلام بألف. الإعلامي بألف. لكن اليوم هل أنا هذا سؤالي، هل الأجواء مهيئة للإعلام لكي يكون قائد حقيقي بالمجتمع يوجه الرأي العام بالإنصاف وبالحق؟ ألسنا بحاجة إلى المزيد من التنظيم للفضاء الإعلامي؟ أولا الإعلام رسالة. نعم. والإعلام موهبة. مو أي واحد يقدر يجي يصير إعلامي، مستحيل. نعم. وكثير من اللي درسوا بالإعلام فشلوا، راحوا امتهنوا غير مهن. نعم. وكثير من اللي عملوا بغير قصدي من درسوا غير الإعلام امتهنوا الإعلام، لأن الإعلام موهبة. نعم. إذا مو قادر على أولا صناعة الخبر وإدارة الخبر ونقل الحقيقة والظهور الإعلامي والتسويق،
أنت مو إعلامي. نعم. مقومات الإعلامي تختلف، تجد فيها الشجاعة والجرأة والفطنة لدى الإعلاميين، فبالتالي مهنة الإعلام مهنة صعبة. نعم. وبعض الإخوان يقول يعني من يجون بعض المرشحين قدام الكاميرا شوي يتردد. نعم، كاميرا مخيفة يا أخي. نعم. للي ما قاعد قدامها مخيفة، ما يعرف شو يقول أصلا. نعم. يتيه السالفة كلها. والله أقولهم للبعض اللي يقولون هو أنت ايش تسوي؟ سهلة هي، تقعد قدام الكاميرا والسولف. خطأ واحد محسوب. مثل ما نسولف حاليا أنت بس راح تسولف. شوف هذا المانشيت السبتايتل شوف هذا المانشيت السبتايتل الصغير في أحد القنوات، إذا كان في حرف خطأ ممكن يخلق لك أزمة سياسية. لا والله. ممكن يخلق أزمة دبلوماسية ما بين الدولة ودولة أخرى. لا والله. وأنا صارت هذا الموضوع في أحد المرات. أحد الصحف نقلت خبر غير صحيح وترتب عليه أثر. نعم. فالإعلام يا أخوان خطر ومهم، ويجب أن يستخدم ويستثمر بطريقة صحيحة. هلا بالإعلاميين ترى إخوانكم يا النواب اللي رايحين. اي والله. خلينا نطلع فاصل. أعزائنا خليكم ويانا، راجع لكم. من بعد الفاصل أحبتي المشاهدين نستكمل الجزء الأخير من حوارنا هذا اليوم مع ضيفي العزيز أستاذ عدنان. تنادون بمفهوم البرلمان الميداني الحاضر ما بين الناس، برأيك ما هي الآلية العملية اللي راح تطبقها حتى تضمن التواصل الحقيقي والمباشر مع الناس وسماع همومهم اليومية؟ يعني بالنهاية لنكون منصفين أيضا، دور البرلماني إذا ما قام بدوره بشكل حقيقي مو دور هين، وقتك كله راح يكون مشغول. شوف اليوم اللي يروح لقبة البرلمان نعم. هو ممثل عن الشعب. اثنين، يجب أن لا يكتفي برأيه. هاي المكاتب اللي هسه فتحها أثناء الحملة الانتخابية يجب نعم. أن تبقى، ويجب أن يسمع إلى ملاحظة. يجب أن يكون هنالك له وقت يسمع من الناس ويسمع من الجمهور، مو يسمع طلباتهم هذا يريد ما أدري شنو هذا. نعم. لا، يسمع الآراء المهمة اللي هي تساهم في بناء بلد. طيب، وصلت الفكرة؟ ليش؟ لأنه هو ممثل عن الشعب، وممثل عن الشعب مو معنات أنه هو قام يوقع بالقلم الأحمر صار بدرجة وزير بعد ما ينزل للجمهور. لا، لازم يبقى بيناتهم مثل ما كان بيناتهم. لازم يبقى بيناتهم، بس هو حلقة الوصل اللي تنقل صوت المواطن إلى قبة البرلمان. نعم. فبالتالي الاستمرارية في التواصل مع الجمهور مطلوب جدا، والسماع إلى آرائهم ومقترحاتهم. أنت مو نبي، أنت إنسان عادي عندك 24 ساعة وعندك جهد، اسمع للآخرين، استفاد من أفكارهم. نعم. يجوز يجيك واحد يعطيك فكرة لا أنت ولا البرلمان مالتك كله يعرف بها، يوضع سره بأضعاف خلقه. صح ولا خطأ؟ نعم. فاسمع للناس، وبالتالي تستأنس بآرائهم وتبني ما تبني عليه من آراء ومقترحات تطرح في مجلس النواب من آراء الناس. نعم. فمهم جدا أنه من يكون تحت قبة البرلمان أن يكون متواصل مع جمهوره. إضافة إلى ذلك، هاي 4 سنوات، هاي نصيحة يا أخوان، 4 سنوات قليلة جدا 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 جدا. نعم. فأقضيها في خدمة بلدك وناسك. خلي الناس من تطلع وراء ال4 سنوات يقولون رحم الله والديك، ليس يسبوك. نعم. لأن هسه الشتيمة واصلة للستار. بس تقول برلمان نعم. يبدأ التغريد. فخلي نصحح هاي الرؤية، فنقول لا والله البرلمان رحم الله والديهم، خوش والديهم، ناس طيبين مهتمين بشعبهم. خلينا نقلب الآية. نعم. كافي مو كافي؟ فإن شاء الله رايحين لتصحيح المسار بإذن الله. نعم. إذا عندنا جمهور يريد ناس أكفاء وقادرين، خلي يختارون صح. والباقي والعقل يفهم. بالحديث عن التغريد، بس هاي المرة أحكي عن التغريد الحقيقي الرقمي الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى أي مدى برأيك اليوم مواقع التواصل الاجتماعي تصنع رأي عام ممكن أن يؤثر بمجال الانتخابات ومسارها؟ بالتأكيد منصات التواصل الاجتماعي لها دور كبير جدا. نعم. احنا عندنا جمهور متابع ويتأثر. نعم. بالمناسبة اللي أدعوه إلى مواطنينا إنه ينتبه حينما يقول أنا اختاريت
استاذ عدنان عربي مثلا على سبيل المثال، نعم. ادخل اشوف بالتعليقات مالته، التفاصيل مالته، وين رايح، شنو هذا. ثانيا هذا منصات التواصل الاجتماعي بكلها تحفظ ارشيف كبير جدا. بالفعل. نعم. فواضح سيره الانسان من خلال نعم. منشوراته، واضح شنو توجهاته، وين رايح، شنو اعماله، شو مقدم. صح ولا خطا؟ صح. حتى ابوش وقت توفى همينه موجود. نعم. حتى فواتح هم معروفه. صح ولا خطا؟ فمو فقط انا شفته والله ويا الجهه الفلانيه واني اميل للجهه الفلانيه اروح، لا، ما هي الجهه الفلانيه بها كذا نائب، نعم. اروح ابحث. بالتالي هذا من انطي صوتي، اول شيء ابرئ ذمتي امام الله تبارك وتعالى. اثنين، ما اتندم باكر، نعم. لان انا اختاريت صح وفق معطيات، وفق اختار مو على عيوني. نعم. واذا اجى احد واشار علي يابا هذا النائب او هذا المرشح اختاره، اسال. يعني واحد يجيك يطلب بنتك غير تسال عليه منين. نعم. شنو لو خلاص هذا النائب ده ياخذ 4 سنين من عمرك ومستقبل البلد. ها النائب ياخذ 4 سنين من عمرك انت كناخب ومن مستقبل البلد، فلازم تتاكد من عنده انه اهل الثقه ولا لا. ودعتك اذا صار الاختيار خطا نعم. تطلع مظاهرات واريد وطن واريد كذا. لا عمي، لا تريد وطن. تريد وطن تعال صناديق الاقتراع. نعم. تريد برلمان حقيقي تعال صناديق الاقتراع. زين احنا ليش نوصل لمرحله التظاهرات؟ ليش ما نكون قريبين من صوت المواطن وسامعين لصوت المواطن؟ هاي ذكرتني بالمقوله تقول وقايه خير من العلاج. نعم. والوقايه احنا لو نسمع نروح للمواطن نسمعه احسن ما نبقى بقصورنا وابراجنا العاجيه ويضطر المواطن يصيح ويتظاهر حتى يسمعنا. اليوم الكره بملعب المواطن. نعم. الوقايه خير من العلاج. نعم. انا اليوم صناديق مفتوحه وحمايه عندي وتبريد وتفضل ويوم عطله، واختار لك واحد ابن اوادم. نعم. صحيح، وعنده خبره ودرايه وقادر ان يمثلك. زين انت تروح للامر التغيير السهل لو تروح للصعب؟ نعم. اذا تروح للسهل فالباب مفتوح يوم 11 توكل بالله. نعم. واذا تريد تروح للصعب شوف لك واحد مخربط وبعد شهرين ثلاثه تعال اطلع. راح احكي لك بصوت المواطن استاذ علي، بلسان المواطن. نعم. يقول لك شو هو كان خير وابن وادم وزين ومتاكدين منه، مو هيك يعني يبين عليه ابن وادم، لا ابن وادم وابن منطقتنا نعرفه. نعم. بس قاعد على كرسي البرلمان ما ادري صار بينقلب. ممكن هيك انا فعلا الناس هيك تحكي لي بالشارع. ممكن بس ايش قد نسبه؟ نعم. اذا احنا اختارينا كنا صح، ايش قد نسبه يطلع مثل هذا اللي يتغرى الدنيا والمناصب وكذا؟ ايش قد؟ 1 2 جاي 4 سنوات. وين يروح هو وين يروح يعني؟ ما هو جاي 4 سنوات. نعم. وايش قد سقطوا عندنا بالبرلمانات الماضيه؟ نعم. همنا اول ما صعدوا مثل هذا حبابين حلوين كذا والناس انغرت بيهم انخدعت بيهم على سبيل المثال. نعم. وصعدوا، بس بعدين وراها شنو؟ عالج راد قال لا كلمة أنت قائلها ما صير لك جار، روح بعدين صعد. نعم. القرار الآن بيد المواطن إذا ما اختار صح. وثاني المواطن صار عنده خبرة يعرف الشخص اللعوب. زين بصراحة اليوم المال السياسي إلى أي مدى يتلاعب بعقلية المواطن وقرار المواطن وممكن يخدعه؟ مع شديد الأسف. نعم. المال السياسي والمالكين للمال السياسي مع شديد الأسف استغلوا حاجة الناس. نعم. استغلوا الفقراء، استغلوا المحرومين. لكن إن شاء الله الفقراء والمحرومين والمحتاجين يلعبونها صح. أخذ بس لا تنتخبه لأن هذا فاسد. نعم. هذا نماناتك باقي نوطاك إياها من لحم ثورة وطعمه. نعم. فيا أيها المواطن الكريم انتبه، جايك هو واليوم معبي جيبك فلوس. نعم. ترى فاسد والعباس فاسد. اختار شخص كنت تعرفه كل زين. بس اليوم المال السياسي ده يأثر حتى على مستوى الحملات الانتخابية، وصح بقانون الانتخابات اكو سقف اعلى لميزانية الحملة، لكن اكو احزاب واكو متنفذين وحيتان يتجاوزوا هاي السقوف. يعني استاذ عدنان جائز امكانيته يطبع له بوسترين 3 لوحتين 3، لا فلان من الناس دارس لك بغداد كلها 1000 لوحة. وين هنا المساواة والعدالة بالمنافسة؟ لا هو مو موضوع مساواة المنافسة عدالة بالمنافسة. يعني لا تتوقع الكثير من هؤلاء اللي ترسوا بغداد صور ودعايات ورش فلوس يمينا ويسارا
توزيع لحم وتوزيع ما ادري شنو هالسوالف هذه على الناس من ذول يسعدون كثير منهم. بالحملات اللي ماضيه نعم. احنا نعرف ناس صرفوا مليارات بس ما صعدوا. الناس واعيه تعرف ان هذا انسان جاي وما هي مآربه. نعم. لذلك الشعب العراقي ادري لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. نعم. احنا صار لنا هاي السادسه، يعني ما معقوله 5 دورات وهاي السادسه والمواطن يعثر بنفس الحجر. نعم. مع جل احترامه. فاعتقد هذه الدوره هي صح الدوره الاصعب على اعتبار ان المال السياسي دخل بها بقوه ليؤثر في المحتاج والمحروم، لكن ان شاء الله اراده الله وايماننا بشعبنا وبناسنا المحرومين اللي هم حرروا العراق من براثن داعش ان يختارون صح وان لا تغريهم هذه الاموال السياسيه، واذا اخذوا هاي الاموال السياسيه بالعافيه عليهم بس هم يختارون صح. استاذ عدنان، تحدثنا عن لجنه الثقافه والاعلام النيابيه، والحديث اخذنا فقط عن شق الاعلام. في برنامجك الانتخابي انا ادري لك رؤيه مهمه في مجال الثقافه وكيف ممكن احياء الجانب الثقافي في العراق وجعل رافد اقتصادي اللي يعظم ايرادات الدوله والموارد الماليه للدوله. مو اكو قول لدى احد الكتاب والادباء يقول اعطيني خبزا ومسرحا اعطيك شعبا مثقف. مو ايش لو انا غلطان؟ صح. شكسبير لو منو؟ شكسبير. لا والله. شكسبير لو موليير ما ادري هسه انا تاهت علي. نعم. بصراحه احكيك اياها، اليوم الجانب الثقافي السياحه والاثار نعم لها دور كبير جدا في بناء المجتمعات، وما احوجنا نعم الى الثقافه اليوم. اثبتت هذه الحكومه برئاسه السيد محمد الشياع السوداني انها قادره على تحقيق المعجزات في ايجاد منشآت بتوقيتات قليله جدا وباموال كذلك تنسجم مع هذه المشيدات او البنى. نعم. جسر عندنا كمل ب3 اشهر، وين المشكله يعني؟ بمبالغ جيده، بنايات قدرنا نبنيها بسنتين و9 اشهر، صارت عندنا مشاريع وجسور وطرق. عندك اليوم التقيت باحد الاخوه اللي ساكن خارج العراق يقول والله انا مستغرب، ومن قمت اشرح لاهلي هناك انا عايش برا ما معقوله، يعني ما معقول هذا التغير. قلت له الحمد لله وشكرا، هاي شهاده. لكن الثقافه تبني انسان، وما اصعب بناء الانسان. نعم، هو الثروه الحقيقيه. من السهل جدا نعم بناء البنيان، لكن من الصعب جدا بناء الانسان. لذلك يجب الاهتمام بالجانب الثقافي. الجانب الثقافي مو فقط إقامة مهرجانات واحتفالات وندوات وحفلات لا، يجب أن يكون لدينا دراية كاملة بأن الثقافة يعني متوغلة في كل أصناف أو صنوف الشعب العراقي، الطفل، المرأة، الشابة، الشاب، الكبير، الرجل. وين رايحين؟ اثنين عندنا ضخ من الخارج كبير جدا. انت في بعض الاحيان التفت الى بعض الاطفال من نسولف وياهم او نحكي وياهم، كل ساعه تطفر عليه كلمه بلهجه، مره لبنانيه، مره خليجيه، مره عراقيه، لان يسمع من صح، يستقي من اليوتيوب وما شابه. صح ولا خطا؟ صحيح. ثقافتنا يجب ان نحافظ على موروثنا، على ثقافتنا، على ان ننمي لدى المواطن روح المواطنه من خلال الثقافه. عمي لا تذب النفايات هنا. يجيك المواطن، شوف هذا جانب الخدمات. نعم. اريد مي، اريد كهرباء، اريد تبليط، اريد مقارنه. نعم تفضل، ينظف بابك اخي، نظف بابك. نعم. هاي ثقافه ولا مو ثقافه؟ ثقافه. التعامل مع كل شيء. نعم. التعامل بالوظيفه، التعامل بالشارع، التصرفات، السلوكيات، يجب ان يكون هناك اهتمام ثقافي فيها. مع شديد الاسف احنا مفهوم الثقافه عندنا عباره عن كرنفالات ومهرجانات. وهذا دور الثقافه يعني؟ للاسف. مو انا اللي قلت للاسف، انت اللي قلت للاسف. استاذ عدنان، بالنهايه ايد واحده ما تصفق. عدنان العربي وحده ما يقدر يغير. نحن بحاجه الى شباب اكفاء قادرين. وائتلاف الاعمار والتنميه هم وحده ما يقدر. لازم تتضافر جميع جهود القوى السياسيه بعمل برلماني حقيقي رصين. ما هي رؤيتك للتنسيق، او كيف ممكن ان يكون هنالك تنسيق جيد وفعال مع بقية مكونات المشهد التشريعي العراقي من أجل النهوض بعمل البرلمان؟ شوف، كل اللي موجودين هم عراقيين،
نعم. سواء ينتمي إلى الكتلة صاد أو الكتلة سين. نعم. معانا مع غيرنا، إحنا كلنا مركب واحد، إحنا كلنا في العراق. الخير اللي يصيب العراق يصيبنا كلنا، نعم. والشر اللي لا سامح الله يصيب العراق يصيبنا كلنا. فبالتالي على من يذهب إلى قبة البرلمان أن لا يفكر في العقل الفردي، بل يفكر بالعقل الجمعي. نعم. أنه مصلحة البلد فوق كل شيء. هنالك خطوط حمراء يجب عدم المساومة عليها واحترامها والدفع باتجاه حمايتها. نعم. وحينما تنص القوانين، لا والله أنا الكتلة الفلانية والله ضايج من الكتلة الفلانية فما أصوت، هي مو شغلة مزاجية يا أخي. هي القضية السياسية وقضية إدارة الدولة مو قضية مزاجية، ولا قضية أنا زعلان وأحب وأكره، هذا مصلحة بلد. أنا اليوم أستاذ حيدر أحبه، أنا على كل أدري يا طوبة واثنين متفاهمين إن شاء الله المنتخب يفوز بإذن الله تعالى إن شاء الله. القضية قضية بلد، حتى لو أدوس على كل ما ممكن أنه أنا أعتقد به، بس أكو مصلحة بلد أو هذا الشخص أكره أموت من عنده، بس أكو مصلحة بلد لازم أثبت اتجاهها. صح ولا خطأ؟ صح. بحاجة إلى إعادة نظر بكثير من الأمور داخل قبة البرلمان، ليس فقط على مستوى القوانين والتشريعات، حتى التعاملات والتعامل بين. احنا اليوم اللي يذهب إلى قبة البرلمان هذا صانع بلد، راح يصنع تاريخ. والله عجبتني هاي كلمة صانع بلد، هذا الوصف جدا دقيق. ليش بعض النواب للأسف ينظر إلى نفسه ويعتقد أن مسؤولية عمله تقتصر فقط على نقل آراء وتطلعات المكون اللي حمله لقبة البرلمان أو المحافظة الفلانية فقط؟ هو ممثل الجزمة مالته لو ممثل الشعب، هذا يحمل فقط الرؤية غير ممثل الشعب. هو المفروض الرؤية اللي ياخذها من الشعب ينقلها لكتلته وينقلها بداخل حتى يقنع اللي حواليه ويصنع رأي عام داخل قبة البرلمان، وبالتالي الآخرين كذلك يقتنعون ويذهبون إلى صناعة تشريع أو قانون. صح ولا خطأ؟ اثنين اللي يروح هناك يا أخوان قبة البرلمان لا أعتقد أن البرلمان فقط خدمات وتبليط وشارع وجسر ومصرف، لا عم عندنا سياسة دولية. عندنا ارتباط دولي، احنا مو عايشين وحدنا بكرة أرضية. عندنا دول عالم كبرى، عندنا تعاملات اقتصادية. والمرحلة الحالية خطرة في جميع الدول التي تحيط بالعراق والمنطقة. كل شخص يجب أن يكون هو مسؤول عن العراق كله دون استثناء كبرلماني. حين ما يذهب، والله غصة يا أخي يكون حين ما يذهب شخص يمثل العراق خارج العراق يكون على مستوى حجم العراق، من حيث اللغة، من حيث المظهر، من حيث الكاريزما، من حيث كل شيء. قواعد الاتيكيت. أنا عراق، أنا صانع التاريخ. أنا عمري 7000 سنة، أنا من أول من خط الحرف، أنا من أول من وضع القوانين، أنا من أروح هناك يكون أروح بهذا الثقل. فنتمنى من الله تبارك وتعالى أن يكون كل الموجودين تحت قبة البرلمان بهذا الكيفية وبهذا النوع إن شاء الله. بالتالي وهنا رباط سالفتنا مثل ما يقولون هنا، وختام حلقتنا راح يكون بهذا الرباط. الله يحفظكم. ما الضمانات العملية اللي ممكن أن تقدمها للناخب العراقي حتى تأكدون أنه صوته ما راح يروح أدراج الرياح وأنه هو وضعه فعلا بالمكان الصحيح؟ والله إن شاء الله ذاهبين والله ويانا وشعبنا ويانا إن شاء الله. المهم تكليف مو تشريف. عندنا ناس بحاجة إلى تصحيح مسار ما موجود من خدمات وكل الأمور على كل الأصعدة تطلع عنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمينا من الفساد والفاسدين، واحد. اثنين، أن يعطينا القوة والصحة حتى نعمل ونقدم إلى بلدنا ما نستطيع تقديمه في هذه ال4 سنوات. ثلاثة، أنا على عهدي مع ربي أولا ومع نفسي ثانيا ومع من يصوت لعدنان العربي أن أكون صوت مخلص، وأنا مسؤول على كل إنسان في العراق كممثل للشعب العراقي.
بالتالي هذه مسؤولية كبيرة، مهم. لكن احنا ان شاء الله قدها ان شاء الله. وقادرين على إدارتها، ولا نريد أن نعطي الوعود، لكن مثل ما جاء السيد محمد الشاع السوداني ولم يكن ينتظر منه الناس ما قدم، لكن هذه النتائج ولله الحمد. حين ما تضع الشخص المناسب في المكان المناسب هذا ناتج ان شاء الله. نتمنى لك التوفيق بالماراثون الانتخابي، واشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار. شكرا لك، ولا تنسونا انا عدنان محسن الصباحاوي العربي عن قائمة ائتلاف الإعمار والتنمية 207 تسلسل 96 عن بغداد، وهذا التسلسل سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. تحياتي لكم. تحياتنا لك وتحياتنا لكل من تابع حلقتنا لهذا اليوم. مع السلامة.